كتير بتسأل وجالنا سؤال طبعا على ازاي نبطل تدخين. اول خطوه في تبطيل التدخين ان انت تبقى عايز تبطل تدخين، ان يبقى عندك الحافز ان انت تبطل تدخين. وعلشان نوصل لده في خطوه سهله قوي، ان انت تجيب ورقه تكتب فيها مكاسب وخسائر التدخين ومكاسب وخسائر الاقلاع عن التدخين. الورقه دي بتنقل افكارك من مخك الى الورقه وبتحتفظ بيها، فبتخليك دايما فاكر انت ليه بتبطل. بعد كده طبعا في ناس هتحتاج ادويه، وفي ادويه بتساعد فعلا لتبطيل التدخين، وفي ناس هتحتاج حاجه ممكن تحسن الحاله المزاجيه، ممكن حتى تبقى اكل، وممكن تبقى حاجات بسيطه قوي اللي بتحسن الحاله المزاجيه. وبالتاكيد تغيير العادات والسلوكيات هتساعد كتير قوي على تبطيل التدخين. اللي عاوز يبطل تدخين بجد هيبطل تدخين، بس يبقى عارف هو عايز يبطل تدخين ليه، ويبدأ خطوات في تبطيل التدخين. وبالتأكيد لو استعان بطبيب أو بحد متخصص هيساعده كتير جدا، ويبدأ حياة جديدة ويتمتع فيها.